السلام عليكم. من اكتر الاسئله اللي بسالها ومن اكتر الاستشارات اللي بتجيلي بيبقى ليها علاقه بالتطور المهني والوظيفي. وناس كتير بتسال هو انا ليه الناس اللي حواليا وحشين كده، او ليه الناس اللي حواليا بيبقوا معطليني، ليه الناس مش بتحب الخير لبعض وهكذا. الفكره كلها ما بنخش بعمق في الموضوع وبنخش في عمق اصلا في ليه الواحد شايف كده. لقيت ان في 5 حاجات، 5 افكار لو موجودة عند الواحد بنسبة كبيرة جدا بتكون ال5 أفكار دول هم أصلا سبب المشكلة اللي عنده، مش الناس والآخرين. وال5 أفكار دول لو مجرد الواحد اكتشف إن هي عنده وبدأ يحلها، بتحل حاجات كتيرة جدا جدا من المشاكل ومن العوائق اللي ممكن تكون موجودة في التطور المهني بتاعي. وكمان على فكرة الحاجات دي ممكن تكون مربوطة بالعلاقات الشخصية وعلاقتي بأسرتي وبالناس اللي حواليا، ممكن يكون مسببة لي مشاكل كتير وأنا مش واخد بالي. مشكلة ال5 أفكار دول إن هي فعلا فعلا بتخلي الواحد شايف إن الآخرين هم السبب، ومش شايف دوره في المشكلة اللي أنا فيها أو دوري في حل الموضوع. فمجرد إن أنا أشوف إيه من ال5 أفكار دول ممكن يكونوا عندي، وأبدأ كده واحدة واحدة أحررها زي ما بيقولوا، في الحالة دي بوصل لحل كبير جدا. طب إيه ال5 أفكار دول اللي أنا محتاج إن أنا اتحدى نفسي فيهم، او ان انا ابدا اصفيهم كده واحطها في اطارها الصحيح؟ الفكره الاولى المتطرفه اللي معانا هي فكره التعميم. التعميم فكره ان انا ممكن حصل لي موقف معين وابدا اقول والله الموقف ده هيتكرر لي على طول. يعني مثلا لو انا دخلت في انترفيو للبروموشن وما ترقتش واختاروا حد تاني، ببدا اعمل جنراليزيشن، ببدا اعمل تعميم ان ده هيحصل لي في المواقف بتاعتي كلها. فكل ما اجي ادخل انترفيو بيبقى في الباك مايند عندي وفي السب كونشس بتاعي بقول ان انا مش هيحصل معايا غير اللي حصل معايا قبل كده، فبيبقى فيها تعميم. في جانب اخر من التعميم ليه علاقه بالتعميم على الاشخاص، تعميم على الجنسيات، تعميم على الجندر. ان انا بقول والله البنات كلهم بيفكروا بالطريقه الفلانيه، الولاد كلهم بيفكروا بالطريقه الفلانيه، الجنسيه الفلانيه دايما بتتصرف بالطريقه الفلانيه. ده بيبقى فيه نوع كبير جدا من التعميم، هو ممكن يكون صحيح لبعض الفئات من اللي انا بقوله، ولكن اوقات كتيره جدا 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 بيكون في اختلاف كبير ما بين الناس وبعضها. فعشان كده برضو التعميم من الافكار المتطرفه اللي لو لقيتها موجوده عندي ولو لقيتها باستمرار بتكون موجوده معايا، اعرف ان انا محتاج الفكره دي انها تتغير، واقول والله وانا جبت القاعده دي منين، وانا جبت القانون ده منين ان هو يكون موجود. الفكره التانيه اللي معانا هي فكره التعتيم، بيسموها كده التعتيم، اللي هو ان انا ببقى شايف اي حاجه صغيره تحصل لي، ولو مثلا فيلير صغير، او ان انا اتكعبلت، او ان انا وانا ماشي مثلا حد كسر عليا بالعربيه، انا ببقى شايف ان الدنيا سودة والناس سودة والناس وحشه وهي دي الحياه والحياه از نوت فير، بس بشكل بيكون مبالغ فيه. فهنا بيبقى اي موقف بيحصل لي، وممكن الحياه كلها احنا كلنا عارفين بيبقى فيها ابس اند داونز طبيعيه، ولكن فكره التعتيم الزايد او التعتيم المتطرف اللي احنا بنقول ان ده ممكن يكون موجود عند ناس كتيره، ان الواحد بياخدها للاكستريم وان انا بعممها برضو على حياتي. ففيها نوع من انواع الجنراليزيشن، ولكن فيها نوع من انواع الجنراليزيشن الاسود. فعشان كده بيسموه التعتيم. من اكتر الحاجات اللي ممكن تسبب الواحد عوائق، وفي نفس الوقت ممكن مع الوقت تسبب له مشاكل نفسية كتير. الفكرة الثالثة هي وضع عنوان للنفس، او بيسموها labeling yourself. يعني مثلا انا دلوقتي فرق كبير جدا جدا ما بين ان انا اكون بكسل في بعض الاحيان وان انا اقول على نفسي انا اصلا شخص كسلان. فرق كبير ما بين ان انا بقول ان انا ما عنديش صبر هذه الايام، او ان انا انسان مش صبور. فكرة الليبلينج يور سيلف، او ان انا اضع علامة على نفسي. ليبل جاية من الليبل بتاع اللي بيبقى موجود، التاج اللي بيبقى موجود على اللبس وعلى الهدوم وعلى التيشيرتس وكده. الفكرة ان انا بحط على نفسي ده معناه ان انا في اوقات كتير مع تكراره انا هصدق الفكرة دي، هصدق ان انا فعلا هذا الشخص. طب لو انا صدقت ان انا هذا الشخص، ايه اللي هيخليني اقوم؟ فاوقات كتير من الحاجات اللي انا بشوفها فكره labeling yourself، ان انا فكره مثلا الفشل، انا فشلت في حاجه معينه او ما عرفتش احقق حاجه معينه، بلاقي ناس كتيره جدا بتقول انا فاشل، انا كده، او انا ما بعرفش اعمل الحاجه الفلانيه. فتلاقي ان هو مع الوقت يقول لك انا مش بتاع الكلام ده، فمجرد بقيت حاطط ليبل يور سيلف على حاجه زي كده. طبعا دي من الحاجات النفسيه، ان اوقات كتير ان انا لو عايز اتخطى الموضوع ده، وانا حتى لو انت فعلا حاجه زي كده بنقول لبها. يعني لو انا فعلا من جوايا انا شخص كسول كمثال،
انا لو عايز اقلب الكسل ده وارجع بقى لشخص نشط وشخص اقدر بعمل حاجات كتيره وكده، انا بقول ان انا اقنع نفسك وقول على نفسك مش كسول، ولكن قول على نفسك العكس، اللي هو قول على نفسك انا مكسل النهارده. فده لحد ذاته بيخلي المخ يصدق ان انت مش الشخص ده او مش العلامه اللي انت حاططها على نفسك. الفكره الرابعه اللي معانا هي فكره ان انا قارئ للافكار، ان انا ببدا اترجم كل حاجه بتحصل حواليا وكل موقف وتصرف من الاخرين بان انا ابدا اقرا هم يقصدوا ايه من وراء الموقف ده. يعني مثال، انا قابلت واحد معايا في الشغل واحنا مثلا بنتكلم، راح استأذن ومشي بسرعه، فابدا اقول ما هو بيعمل كده علشان بيقلل من احترامي قدام الاخرين. او انا جيت مثلا اسلم على حد من بعيد ولقيته ما سلمش عليا، ما هو بسبب الموقف اللي انا عملته امبارح. هو ممكن يكون ما شافنيش مثلا، او ممكن يكون نظره ضعيف وكان قالع النضاره، ولكن ببدا اخش جوه دماغ الناس وجوه افكار الناس، هم عملوا كده ليه، اللي هو بيسموها واتس بيهايند، او ان انا ببدا احط اسامبشن، ببدا احط تخمينات لتصرفاتهم. وعلى فكره ده كمان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعامل الناس بالظاهر، باللي هو شايفها منهم، ما كانش بيخش فيما وراء ذلك. وحتى كتير من مواقف الصحابه كانوا بيتعاملوا مع الاخرين كده، ان احنا لنا بالظاهر والله يتولى الباطن. فان انا ابدا ادخل على قراءه افكار الاخرين، وابدا ادخل على اساس ان انا اترجم واعطي معنى للافكار اللي هم عملوها، دي بتبقى من الاخطاء الشائعه والاخطاء الخطيره جدا جدا جدا. وعلى فكره دي ممكن تكون من الحاجات اللي موجوده في العلاقات الشخصيه كمان، مش بس في العلاقات العمليه. بتلاقي ان الواحد يبدا يترجم التصرفات اللي مراته عملتها، او تترجم ان جوزها بيعمل كده علشان واحد اتنين تلاته، وتلاقي ان المشاكل بتكبر بتكبر تكبر. هتبدا تشوف الفكره اصلها جاي منين، اصلها جاي مش من حقيقه، ولكن اصلها جاي من تخمين. انا ترجمت التصرف اللي هم عملوه على هذا الاساس. الفكره الخامسه هي فكره الشخصنه او البيرسوناليزيشن، ان انا ببدا اي موقف يحصل حواليا ببدا اخد عليه شخصنه او اشخصنه على نفسي، بمعنى ان انا ببدا اشوف ان انا السبب فيه، او ان انا اللي كنت ممكن اعمل حاجه تطور من الموضوع دوت، ولكن بشكل مبالغ فيه. او اي كلمه بتتقال انا بترجمها ان هم يقصدوني انا. فتلاقي ان اوقات كتير مثلا حد قال كلمه زي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول مثلا ما بال اقوام، فلو حد قال حاجه شبه كده وتلاقي ان هو بيقول حاجه عامه جدا، تلاقي ايوه ده يقصدني انا، ما انا مش عارف ايه، وابدا اترجم الموضوع ده ان هو يقصدني انا. فدي جانب من انواع الشخصنه. والجانب الثاني اللي احنا قلناه هو ان انا ببدا اشوف اي حاجه بتحصل لاولادي لمراتي اللي حواليا ان انا السبب فيها، انا السبب فيها. فتكرار الموضوع ده بيسبب الواحد استمراريته، بيسبب للواحد احساس بالذنب، وبيسبب للواحد ان هو حاسس بضغط عصبي كبير جدا. فبتلاقي ان الافكار والمواقف والتصرفات اللي انا بدخل فيها بيبقى فيها عبء نفسي كبير. فتلاقي مع الوقت الواحد بينهار ان انا مش عايز ادخل لحاجه، او بيبقى عندي مشاكل مع ناس كتيره جدا لان انا مشخصن كل حاجه بيعملوها ان انا السبب فيها. اسمع الفيديو ده كذا مره وشوف ايه من الخمس افكار دول ممكن يكونوا بيتكرروا في السلوك بتاعي، او بيتكرروا في طريقه تفكيري وتصرفاتي مع الاخرين. ابدأ كده اكتب كل حاجة انا ممكن ازاي اتغلب عليها من الافكار اللي انا لقيتها، وان ازاي ده كان ممكن يساعدني كمان في ان انا اتطور سواء في حياتي الشخصية او حياتي العملية. ما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو، وتعمل سبسكرايب في القناة. سلام عليكم.